السلام عليكم خوتنا الناس ديال البرود، الناس ديال المغرب، الناس اللي متبعينا، الناس اللي غادي يتبعونا. اليوم في حلقه رقم 2 ضيف جديد. ما عرفناش شنو هما المواضيع اللي غادي نهضروا عليهم، ولكن اليوم الحلقه سبيسيال، حلقه مؤدبه نقيه لايت خاليه من الكحول. زوينه. كنقدموا لكم اليوم حسن الجباري. المهم معنا حسن الجباري، غني عن التعريف، معروف عندنا في المنطقه هنايا. الناس انسان متخلق متادب بزاف ويقدم لنا راسو. السلام عليكم سي حسن، رمضان كريم. بعد رمضان كريم سي هشام، شكرا على الاستضافه. اولا كنشكر الاخ هشام على الاستضافه، ورمضان كريم للساكنه ديال بروج والساكنه ديال المغرب بصفه عامه، والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. حسن جباري، مواليد 68، مساعد صيدلي، أب ل3 بنات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في تربيتهم. سي حسن، مرضي الأم، مرضي الجيران، الأصدقاء، مرضي العائلة ديالو، الأبناء ديالو ما شاء الله. المهم ما كنطروش عليه الورود، ولكن هذا واقع ملموس كنشوفوه. وراه بصراحه انا من عند الله سبحانه وتعالى نكون عنده احسن من ان شاء الله. والله ان شاء الله كنتمناو ليه. والله لساني حشمان، اول مره لساني كيحشم. كنحشم وانا كنهضر مع السيدات. سي حسن، نهضروا مع الدومين مثلا ديالك. كما شحال مره كنعاين بشي حوايج بعيني، كيفاش واش الحاجه اللي هي سهله انك تتعامل مع بزاف ديال الانواع ديال الناس، وكيفاش انك يعني واش ما يخافش بواحد الضغط، واش كتخدم وانت فرحان؟ ممكن تهضر لنا على العمل ديالك؟ هو اي عمل احساس بالله سبحانه وتعالى. اي عمل من تخرج من الدار دائما راه دابا تخرج خاصك تنوي ان هذاك العمل لله، بغض النظر على داك الاجر اللي كتقاضى، ولكن سميتو العمل ديرو لله. عمل عادي، نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا في نهايه المشوار ديالنا فيه. كتعامل اولا كتعامل باخلاق ديال المسلمين، كتعامل باخلاق ديال الانسانيه، اخلاق بعيده على سميتو على دخول في نقاش ديال العقيم، جهد العقيم مع الناس. تحاول دير تصبر لو ماكسيموم باش تأدي هذيك الرساله، لان كتعرف دابا المحيط ديال البروج فيه الناس ديال الباديه كثار، وهذا هما اللي كتعامل معاهم كثار. والتوعيه الصحيه اللي من هذا المنبر اللي خاص الدوله تكون عندها هدف انها تنشر، دير التوعيه الصحيه للعالم القروي، لان كاينين بزاف الاخطاء. كاين فراغ كبير وخطير، لان هذاك الدواء ماشي شي حاجه اخرى، ماشي ماكله، ماشي الدواء فيه واحد الجانب سلبي. خاص الدوله تخصص ليه واحد الجانب ديال يعني التوعيه، اكثر من المواطن باش يوعى بهذا الحل. واحد المرض تقريبا يطلبوا منك شي حاجه اللي ما يمكنش لما كنطلبها. ما كيشهد دابا كتقول للناس واحد المجموعه ديال الدوايات ما تاخذهمش، كيقول لك هو لا هذا راه كندير عليه لاباس، خاصك تعطيه بدون استشاره طبيه. بدون استشاره طبيه، غير هو كيلقى عليه الراحه ديالو وكيبقى كيديرو ديما. يعني تبارك الله كتلعبوا الدور ديال انك كمساعد صيدلي، فهمتي، الدور توعوي. المهم ما عندك بزاف ديال الادوار في دور واحد بطبيعه الحال، لحقاش كاين الجانب ديال النصيحه، كاين الجانب الاخلاقي، لان شي مرات كيجي عندك راجل من الباديه كيهضر على المراه بصفه سلبيه، تحاول تتوعيه على الدور ديال المراه والمكانه ديال المراه في الشريعه وعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان كيعامل، وكتبدا من الام ديالو بعدا، وكتحاول توعيه حتى دينيا تاثروا شويه. لا تبارك الله عليك. هاد الحوايج بغيت نسولك سي حسن، دابا حنا كنعرفوا فيك غير الايجابيه، شنو هي السلبيه اللي فيك كتعرف من بينك وبين نفسك؟ نقدر الحاجه اللي كتكتبها في راسك الناس؟ طوبى لمن اهدى الي عيوبي، لانك دائما الانسان عنده هذا الجانب هذا، راه كيقول راه هو الكمال لله سبحانه وتعالى. ولكن انا ما كرهش انا كاع الناس اللي يعرف عليا شي حاجه خايبه يقولها لي باش نصلحها.
انا اش غنقول لك، انا يمكن الجانب السلبي واللي كنلوم عليه راسي هو انا متعصب بزاف للقبيله، فهمتي. الجانب اللي ما كنحملوش هو ان ملي ما كنشوف مثلا في الجانب التنموي ديال القبيله غادي ببطء ولا سميتو كيضرني خاطر، ونقدر ندخل في نقاش، ودخلت في نقاش بزاف مع الاخوان وهذا. نسال الله ان يغفر لنا في هذا المهم ثاني يديك حسن، انا النيه ديالي القبيله الهدف ديالك هو الحسن ديالك، هادشي اللي كان، هذا هو الجانب وعلى نيتكم ترزقون. الحمد لله. بواحد المساله بو حسن، ماشي ساهل انك كما قلت لكم نجي نسجل معك الحلقه، صارت اليوم مثلا شخصيتك كلشي فرح، كلشي يعني تحمس لها بزاف، لان انسان تخلق. والله العظيم انا لقيت صعوبه باش نجي لهذه الحلقه هذه، معنا شويه السلس وتبارك الله ما شاء الله. شوف الجانب الاخلاقي والتربوي وهذا هو بعد فضل الله سبحانه وتعالى كيرجع لواحد الجانب الاخلاقي والتربوي، هذا كيرجع للمجموعه ديال الاشخاص. نسال الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر هذا يبارك ليهم، واللي توفى الله يوليه برحمه الله ويرزقه الجنان. احنا الحمد لله رب العالمين الاعدادي الابتدائي عايشنا سي احمد الزهواني وسي فرحات وزهر الناجحي، الله يرحمه في هذا النهار هذا. وفي الاعدادي عاشرنا عقبه التأطير، كنقول لك انا على التأطير. عقبه استاذ راه هو كان كيدير لنا الدروس وكان كيدير لنا جلسات وكذا، الى حتى وصلنا للبكالوريا. سبحان الله العظيم، كان كل استاذ كيأطرك بحال امانه، كيهزك وكيحطك عند هذاك السيد. كيجي في الدوزيام اني كتلقى واحد الاستاذ. للاسف هذا الشيء ما بقاش. دابا بنادم ما بقاش عنده الخاطر باش يوصل هذه الرساله. عنده هو الجانب التربوي احسن ليه من القرايه. واحد المساله خوش، الا حطيت الاصدقاء ديالي كاشهر حسن، هو شهر رمضان عندي وقت الاصدقاء، فهمت يعني. ملي كنمشي عنده كناخذ كلمه وحده زوينه، بحال شي حاجه كتخويا في واحد 5 دقائق وكتعطي واحد المنتوج كبير. هو الكلام ديال حسن حتى في المحتوى ديالو في الفيسبوك عنده تبارك الله داكشي موزون معبور، وعنده رساله في حياته، عنده رساله في ولادو، في عائلته، في الاصدقاء ديالو، في المدينه ديالو عنده رساله. سي حسن بغينا شي كلمه اخيره تختم بها لهاد الناس هادو. شكرا سي هشام على الفكره، على الفكره طيبه، وشكرا على الاستضافه مره اخرى. وكنهن الساكنه ديال البروج بهذا الشهر العظيم، هو شهر ديال المغفره والرحمه، والشهر ديال صله الرحم. انا كنركز على صله الرحم. الانسان يحاول يصلح ما يقدر، داكشي اللي يقدر عليه. يعني صله الرحم، من وصل رحما وصله الله، ومن قطع رحما قطعه الله. تبارك الله على الاخوان. تحيه خاصه للجاليه المقيمه في الخارج، ونسال الله ان يعجل بالفرج، نسال الله ان يعجل بالفرج، ويكون واحد اللقاء في الصيف ديال هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم الجاليه المغربيه واخذه النصيب ديالها في جميع الفيديوهات بشكل عفوي. المهم عواشركم مبروكه. راكم في قلوبنا واخا ما بعادين علينا. الله يسهل عليكم. شكرا. وعليكم السلام. تبارك الله عليك. الله يحفظك.